السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تصلوا على الحبيب المصطفى ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ادعمني بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع في نهار شتا بارد بزاف قرر إبراهيم يصور فيديو جديد ديال الروتين اليومي في الدار بحال العادة ويبين للناس شوية ديال الدفء العائلي. ولكن في الحقيقة ما كان حتى دفء، كان غير ضغط، تعب وإرهاق ما باغي يسالي. إبراهيم اللي الناس عارفاه ديما كيضحك كان عايش لداخل ديالو بطريقة مختلفة، ما كانش كيرتاح ولا كينعس مزيان ولا مرتاح نفسيا. كل نهار خاصو يفيق ويصور ويخدم ويضحك، ولكن الجسد ديالو بدا كيصيفط ليه انذارات. هاد النهار بالضبط كان باين عليه التعب، خصوصا في الرجل اللي صرا اللي كانت كتألمه من مده من بعد واحد التحدي، ولكن ما عطاهاش اهتمام. وسط التصوير جاليه دخان قوي وبدا كيحس بالاختناق. جلس، طفى الكاميرا وتخدر. بعد داكشي بقى غايب على اليوتيوب شي ايام. فشجع كان مختلف. هاد الواقعة علمو بزاف وعرف ان النجاح ما خاصوش يجي على حساب الصحة ديالو. ومن بعد في واحد الفيديو اخر بان كيعرج وكيدوي مع المتابعين ديالو بصوت هادئ. شرح لهم انه تعرض لضربة في العصب ديال الرجل اليسرى، ضربة مفاجئة ما فهمش منين جات، ولكن كانت قوية بحال الصعقة. بدا العرج وما بقى قادر يتحرك بسهولة. الطبيب قال ليه بلي خاصو يرتاح والا غادي يزيد الطين بله. هنا وقف ابراهيم مع راسو وسول: واش نكمل نصور ونزيد نخسر صحتي ولا نوقف شويه ونفكر في راسي؟ اختار الراحه وطلع في فيديو كيعترف وكيعتذر، ماشي من الغياب ولكن لانه خلى راسو حتى وقع وفهم ان الانسان راه ماشي روبو، خاصو يرتاح، يداوي ويراجع حساباته. وهنا كانت الصحوه الحقيقيه. النجاح ماشي يعني تخسر صحتك، النجاح هو تعرف توقف قبل ما تطيح. من بعد هاد الاصابه اللي وقعت لابراهيم ما بقاتش القضيه غير الم في الرجل ولا دوخه عابره، ولات وقفه حقيقيه مع الذات. بدا كيسول راسو: واش فعلا كيعيش حياته ولا غير كيجري ورا التصاور والفيديوهات؟ واش الفرحه اللي كيبين الناس راه هو اللي حاس بها من الداخل؟ هاد التجربه خلاتو يعيد ترتيب كل شيء، الوقت، الراحه، حتى طريقه التصوير ولات مختلفه. ما بقاتش العشوائيه ولا الضغط اليومي باش ينشر غير باش يواكب، ولات عنده قناعه جديده: الجوده افضل من الكثره، والراحه ماشي ضعف بل وعي. والمثير في الامر ان المتابعين ديالو تفهموه وما خلاوش بوحده. التعليقات كانت كلها دعم، والناس بداو كيبعثوا ليه رسائل ديال صافي دير عقلك، صحتك اولى. وهنا ابراهيم حس لاول مره ان الجمهور ديالو ماشي غير متفرج، بل جمهور كيبغيه وكيبغيه بخير، ماشي متعب ومرهق. ومن ذاك الوقت ابراهيم بدا كيركز اكثر على الوقت مع العائله، على الراحه، على الضحك الحقيقي، وعلى توثيق اللحظات اللي فعلا عندها قيمه، ماشي غير باش يطلع الفيديو في الترند. من بعد داك الصدمه ديال الاصابه والضغط الكبير اللي كان كيعاني منه، ابراهيم العزاوي بدا كيشوف الحياه بنظره مختلفه. ما بقاوش الفيديوهات هو الهدف الوحيد ولا الشهره فقط اللي كيتسعاها، بل بدا كيعطي اهميه كبيره لصحته والراحه النفسيه. كان كيعيط على صحابه وعائلته بزاف، كيسول عليهم وكيدير معاهم وقت اكثر، حيت فهم ان هاد العلاقات هي اللي كتعاونو باش تصبر في الاوقات الصعيبه. بدا كيعطي الوقت للراحه وما بقاش كيخلي الكاميرا تحكم في حياته، وبدا كيحاول ينظم الوقت ديالو مزيان ما بين تصوير، راحه ووقت خاص للعائله. فهم ان النجاح ماشي في كميه الفيديوهات ولا عدد المشاهدات، بل في الاثر اللي كتخليها في القلب ديال المتابعين. حتى في طريقه المحتوى ديالو ولا كيركز على اللحظات الحقيقيه البسيطه اللي كتعبر على الحياه اليوميه بصدق. ما بقاش كيركز على المقالب اللي فيها ضغط او توتر، بل بدا كيعطي قيمه للحكايات اللي كتفرح وتلمس الناس بطريقه ايجابيه. الجمهور ديالو لاحظ التغيير وبدا كيحس بصدق المشاعر اللي كيعبر عليها ابراهيم، وهذا خلى القناه ديالو تولي عندها تفاعل اكبر، حيث الناس كيبغيو يشوفوا الجانب الانساني ديالو، ماشي شخص كيدير فيديوهات للترفيه. هكذا كانت الاصابه ومات لها من تجربه صعيبه درس قاصح، ولكن كان سبب في واحد النقله نوعيه في حياه ابراهيم وعائلته، خلاه يعاود يرتب الاولويات ديالو ويرجع يركز على الاساس اللي هو الصحه، العائله والصدق مع النفس والمتابعين.
كبار. كنا غنديرو قصيده بسببها. والله الا كنا غنديرو قصيده خايبه ناري. فاك الساط انا والله ما فهمتش مع هذه غوتات انا كيتغاب. وقفنا عند داك الكراج وكاين هنايا هادو الناس كيدوزو الطوموبيلات كيدوزو من هنا وكيدوزو من هنا. شنو هو السبب؟ وقفنا عند داك الكراج دابا وقفنا عندك غاديين ديريكت مع هاد الشارع وقفنا عند الكراج اللي كيزوق راه يفهم شنو وقع لنا. ما وقفناش لا في كروازون غاديين ديريكت لقينا راسنا واقفين عند داك الكراج. السبب اش هو هاد السيده هادي دابا هادي ما مولفاش الطوموبيلات وغير حركنا الطوموبيل عرفتي نقصت دابا هنايا حتى لداخل بقات كتنقز هنايا. دابا هي قمشاتني في كرشي وكانت باغا تنقزنا وكانت باغا تخرج من الشرجم ما فهماتش تخلعات. يونس تخلعت مالا يونس. هادشي انا هو السبب الوحيد اللي غيخليني بزاف انني نشري لها هذاك ديال هذيك الصنديقه فاش كدار هذيك على حساب السفر على حساب التحركات. دابا اش غنديرو نحطوها هنايا ونردوها نخليوها في الدار غنردوها الناس بيدوزو. عرفتي اش نديرو نردوها للدار نهبطها دابا نردها للدار حتى نشريو لها ديالها. نشري لها داكشي ديالها عاد يونس تخلع. يونس ماشي كيتخلع باقي مخلع. ندهشر مسكين اختها اللي عندكش من جهه المشى. شتي بحال جديد المشى راه زوينه يونس غتخلع. زوينه المشى. كانت عائلة العزاوي عايشة حياة هانية عامرة بالفرحة والدفء. واحد النهار ابتسام بغات تفاجأ ولدها يونس بهدية ما كانش متوقعها. جابت ليه من عند واحد من العائلة قطة صغيرة زوينة بفرواها الحريري وعينيها اللي كيبرقوا بحال الزمرد. يونس منين شافها أول مرة ضوى وجهه بالفرحة، جرى باش يحضنها بحال إلا جا عنده صاحب من عالم آخر. ومن داك النهار ما بقاتش القطة غير حيوان أليف، ولات فرد من العائلة كتداعبهم وكتشاركهم حياتهم اليومية. دازوا الأيام وجا النهار اللي قرروا فيه العائلة يخرجوا في واحد الجولة بالطوموبيل. ببساطة وبراءة قالوا علاش ما ناخدوش معنا القطة الجديدة، يمكن تعجبها الرحلة وتزيد تفرح معنا. قعدات القطة في الطوموبيل كتشوف الطريق بعينيها الصغار، وحسن المعروف بأشكا كان هو اللي كيسيار، ويونس حاضن القطة كيهضر معاها بحال إلا كتفهم كلامه. ابتسام كانت كتشوف فيه وكتضحك فرحانة بشوفت ولدها مسرور، ولكن الطمأنينة ما دامتش بزاف. في الطريق ومع دوران الطوموبيل القطة خافت بزاف وقفزات بخفة من حضن يونس وطلعت فوق الكراسي تا الدجاج القدامي. في ذاك اللحظة حسن تخلع وكاد يضيع السيطرة على الطوموبيل، وجوه الركاب عامرين بالرعب. يونس تصدم واندهش حتى جمد بلا ما يتحرك. قلبه الصغير بدا كيدق بسرعة كبيرة وحس بفزع ماشي غير من الحديث ولكن حتى على نفسه وعلى القطة اللي يحبها من أول نهار. بان ليه الخطر قريب بزاف، بحال اللحظة ديال الفرحة تحولت فجأة لكابوس. ولكن ستر الله كان حاضر، حسن قدر يرجع يسيطو على الطوموبيل وخرجت العائلة من داك اللحظة الخطيرة بسلام. من بعد ما هداو فهموا كاملين باللي الغلط ماشي عند القطة ولكن في الإهمال ديالهم في التفكير في الأمان. ومن داك النهار ولا عندهم وعي بأن أي حيوان أليف خصو يتحط في قفص خاص في الطوموبيل باش يبقى آمن هو والركاب. التجربة كانت مرعبة وخلات أثر كبير في بال يونس اللي بقى كيتذكر داك الموقف بحال مشهد سينمائي محفور في ذاكرته، وبقات ذكرى كيتعاود عليها في العائلة وكيقولوا ديما الحمد لله اللي ستر. ومن داك النهار ولات القطة جزء من حياتهم اليومية ولكن بطريقة مختلفة. يونس كل مرة كيحاول يلعب معها في الدار ولكن في بالو ديما داك الموقف اللي عاش في الطريق. ابتسام كانت كتعاود القصة للناس المقربين وكتقول الفرحة كتحتاج معها الحيطة، حتى اللعب مع الحيوانات خاصو مسؤولية. حسن أشكا هو الاخر ما بقى كيطلع شي حيوان في الطوموبيل بلا ما يجهز له بلاصتو، بقى ديما كيعاود يقول الحادثة ما كتبهاش الله ولكن العبرة خلاتني نكون واعي أكثر. أما يونس فبقى ديما كيشوف القطة ديالو بحال سر صغير في حياته، كتفكروا باللحظة اللي كان قريب يضيع فيها كل شيء وكتفكروا حتى أن الله سترهم كاملين. وهكا تحولت القصة من لحظة خوف إلى ذكرى عائلية كتعاود في الضحك والدموع وكتخليهم ديما يحمدوا الله على النعمة ديال السلامة. رجليك كيحصلوا رجليك يا ولات ناري ويلي اش كدير اش درتي دابا اش درتي جبتيها في راسك ياك ما تقولش هي تلوات بزاف ويلي واش درك هاد اللعبه ديال الدراري الصغار ماشي ديال الغلاظ ولا واحد انت ثقلتي عليها راه هذيك اللعبه ماشي ما خصكش تكون ثقيل. شنو غندير لك دابا؟ نشوف
حسيت بها بحال تنفخات. ناري مشيتي فيها وتعصر رجليك كضرك. مشكله صافي، واش داك هذا الزاوي؟ راسك ما قادش. وكاملين يرجعوا للدار ديالهم في مدينة أكادير. الرحلة كانت طويلة وعيات بزاف، خصوصا من بعد أيام ديال التنقل، الترفيه والنشاطات الصيفية المختلفة. وملي وصلوا للدار قررت العائلة ترتاح شوية باش يرجعوا طاقتهم من بعد الطريق اللي كانت شاطة. وفاش كانوا الدراري صغار كيلعبوا وناشطين، قرر العزاوي كيف ما كيدير ديما يشارك معهم لحظات ديال الفرحة والضحك، ومشى عند واحد الشبكة ديال التسلق اللي غالبا كتكون مخصصة للدراري الصغار. وعلى الرغم من انه ماشي خفيف في الوزن، حب يلعب بحال شي طفل صغير وتسلق الشبكة في واحد اللحظة العفوية. ولكن اللي ما كانش في الحساب هو انه رجل من رجليه تعلقات وسط الحبال، وفاش حاول يخرجها تزلقات وانعوجات بطريقة موجعة بزاف حتى حس بألم قوي في المفصل. وهاد الرجل ماشي اول مره كتضرو، كانت هي نفس البلاصه اللي تصاب فيها قبل في العصب، وهاد الشيء زاد من الوجع وخلى الموقف اخطر. الاصابه خلاته ما يقدرش يسوق، وبالخصوص انهم مازال ما كملوش طريق الاكادير وكان باقي لهم شوط كبير. هنا خرجت ابتسام للميدان ورات فعلا انها امراه واقفه، خدات الطوموبيل وكملت بهم الطريق بكل هدوء ومسؤوليه، حيت عندها بيرمي وكتعرف تسوق مزيان، وبهذه الطريقه انقذت الموقف في واحد اللحظه الحرجه. وهكا تحولت لحظة لعب بسيطة، الموقف كان يقدر يخسر عليهم الجو، ولكن بروح التعاون والتفاهم بيناتهم تجاوزوا الأمر بخير وعلى خير، وبقات غير ذكرى فيها شوية ديال الضحك وشوية ديال الألم، كتعلم أن العفوية عندها ثمن، ولكن العائلة ديما هي الحضن الآمن. وبشوية تفاصيل أكثر، فاش قربوا يوصلوا لأكادير كانوا مهدودين مزيان من التعب، ولكن العزاوي كالعادة حب يدخل شوية ديال النشاط في الجو، وخرج يلعب مع الدراري وصديقتهم اللي كانت مرافقهم في رمضان. في واحد الساحة اللي حداهم كان شبكة ديال التسلق مخصصة للدراري الصغار، ولكن العزاوي حب يكون واحد منهم وتسلقها بحال شي طفل صغير. منين طلع بدا الوزن ديالو كيأثر وتزلق، ورجليه تعلقات بين الحبال وانعوجت رجليه بطريقة قوية. واخا ما كانش كسر، الألم كان كبير ومنعو يتحرك مزيان. والمشكل الكبير هو أن هاد الشيء وقع في النص ديال الطريق وباقي عليهم الشوط طويل. ابتسام اللي كانت حتى هي عيانة خدات المبادرة وساقت بلا تردد، وداروا الطريق كاملة وهي اللي شدت المقواد حتى وصلوا سالمين لأكادير. فاش وصلوا دار العزاوي فحص طبي وبين ان الاصابه هي مجرد التواء قوي في المفصل، خاصو غير راحه وشويه ديال المراهم. الحمد لله ما كانش خطيره، ولكن كانت جرس الانذار ان اللعب والتلقائيه خاصها حدود، خصوصا اذا كان البدن مرهق والطريق طويله. الواقعه ولات ترند وسط المتابعين ديالو اللي تفاعلوا معها بين اللي كيضحك واللي كيدعي ليه بالشفاء، وقالوا عليه الطفل الكبير اللي حاول ينافس ولادو فلقى راسو متعطل على السياقه. اما ابتسام فراس مالها طلع بزاف عند المتابعين اللي شافوا فيها الزوجه القويه واللي كتدخل وقت الازمه بلا ما تردد. وهكا رجعت العائله لاكادير ومعاهم تجربه جديده طريفه ومؤلمه في ان واحد، ولكن فيها دروس كثيره على المحبه، التفاهم والتكافل بين افراد الاسره.